إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يقول ربنا سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى وأصدق القائلين: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وشفيعنا ومصطفانا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا صاحب الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم. يا فلاح ويا نجاح لمن أطاعك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا من بعثك الحق تبارك وتعالى لتأخذ بيد الناس لسعادة الدنيا والآخرة، فهو الذي قال صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فصلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي ويا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الأخوة الكرام، الأمانة كلمة جامعة لكل ما يفعله ويقوله المسلم. كل حاجة في الدنيا دي أمانة، كل حاجة أمانة. دينك أمانة، زوجتك أمانة، ولدك أمانة، صحتك أمانة، مالك أمانة، عملك أمانة، جارك أمانة، طعامك أمانة. كل ما يؤتمن عليه الإنسان فهو أمانة. الأمان وكل ما ائتمنه الله تبارك وتعالى. ومعنى أمانة يعني هتسأل يوم القيامة. يقول أمانة يعني هتسأل عنها يوم القيامة. أجد معناها أمانة تسأل عنها يوم القيامة. فرطت أم أديت. والله عز وجل بدأ الآية بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر. يبقى الأمر من مين؟ من رب العالمين. يبقى الموضوع خطير جدا. الموضوع في منتهى الخطورة. لو واحد شغال في مؤسسة أو أي مصلحة عامة حكومية خاصة وجاله القرار من رئيس العمل نفسه أو مدير العمل بينفذ، فما بالكم إن الله تبارك وتعالى هو الذي يقول: إن الله، خلي بالك أنا اللي بقول لك، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. أيها الإخوة الكرام، الأمانة نوعان: أمانة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وأمانة بين الناس بعضهم البعض. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ودي خاصة بولاة الأمور القائمين على ولاة الأمور. واحد يقول: طب أنا مش
مش رئيس، لا انت ولي امر يكفيك في اهل بيتك على ولدك. سيدنا نعمان بن بشير اراد ربه ان يحزي احد اولاده هديه، يعني اديله كده. وهنقول يعني ممكن امتى نفضل بعض الاولاد شويه في ظروف هنقولها دلوقتي ان شاء الله. وقال لا اشهد على ذلك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله منحت احدى اولادي او احد اولادي يعني هديه. قال خلاص اعطيت سائر ولدك؟ قال لا يا رسول الله. قال لا تشهدون على جور، ده ظلم، اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم. لكن العلماء استثنوا حالات. ايه الحالات؟ من اقرب الناس اليك من ولدك بسبب حكيم كده. قال الصغير حتى يفهم ودور الطفل، والمريض حتى يشفى، والغائب حتى يموت ويعود، والعاجز الانسان عاجز في وسط اخواته والناس الامر بيحموه شويه ما فيش حاجه. واذا حكمتم، ولذلك ورد في الاثر عدل يوم خير من عباده 40 سنه. ويؤتى بالظالم يوم القيامه واحد كتفيه مائله. هتعرفوا ازاي يوم القيامه الظالم؟ نعرفه ان احد كتفيه مائله. ليه؟ كل اللي انظلم ماسك فيه، سيب كل مش عايزين بقى امام رب العالمين. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله، وبعد ربنا يمدح الحاجه دي، ان الله نعم وانا مامور بالامانه وتؤدي الامانه. وسبحان الله الامان والايمان، الامانه والايمان مشتقان مترادفان. اذا وجد الايمان وجدت الامان، اذا ضاع الايمان فلا امان. اذا ضاع الايمان فلا امان. مفيش واحد يقول بقى الراجل ده هو اصلا ما بيصطادش بس الراجل عنده يعني مروءه وعنده امانه. ابدا، اذا كان هو ضيع حق الله عز وجل يهون عليه كل حاجه. اي واحد يضيع حق الله عز وجل لا تأتمن لحظه خالص. اذا ضاع الايمان فلا امان ولا دنيا لمن لم يحيي دين. ومن رضي الحياه بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. الذي جعل الانسان يتأبى على الله عز وجل ويعصى ربنا سبحانه وتعالى سبب وحيد، ان ربنا اداله مجال اختيار. قال لك افعل او لا تفعل. وان نشأ ننزل عليه آية من السماء. ربنا دعاء قادر ينزل علينا آية يخلينا كلنا ماشيين على الصراط، ولا واحد يلتفت يمنى ولا يسار، ويسمع الأذان يروح يصلي وياخد حلاله كله. ولكن الله تبارك وتعالى من حكمته أن جعل الطائع يروح له مختارا راضيا. الله عز وجل يا جماعة يريد قلوبا لا يريد قوالب. البشر عن بكره وذلك في الدين لا إكراه في الدين. فربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على شوف الثقة للأمانة. قال له لا خلينا كده عايشين كده عادي، نأتمر بأمرك وننتهي عن نهيك. وحملها الإنسان سيدنا. فربنا قال له يا آدم تحمل الأمانة؟ قال له إيه الأمانة دي يا رب؟ قال إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت. فحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وحتى كمان من أدب الإسلام يقول لنا إيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خان. هتقولي بقى في الدنيا أدب زي أدب الجنب العالي ده. واحد ائتمنك أديله. طب لو واحد خانك ما تخونوش برضه، لأن مش من أخلاق المؤمن الخيانة. بئست البطانة، بئست الخيانة فإنها بئست البطانة والعياذ بالله. طب لو واحد أراد إن يخدع واحد في السر، أنت بتتعامل مع واحد وبتتعامل معاه على الظاهر، والعلماء قالوا إجراء أحكام الناس على الظاهر وترك سرائرهم لله تعالى. والله أنا أتعامل معاك زي ما أنا شايفك وزي ما بتتكلم، واخد حذر برضه كل حاجة واحتاط، بس افرض أردت إن تخدع. ربنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. يعني لو واحد بقى يعني أنت بتأتمنه وهو بقى أراد إنه ينقر ويضر ويدبر، لا ربنا سبحانه وتعالى هيكفيك ذلك كله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وعند الله مكروه. انت شوف يا ابن ادم اصلا وعند الله مكروه. واحد يقول لك مرة
من ضمن الحاجات عشان دي فيها تعاملات مع الناس، من ضمن الحاجات اللي الانسان ساعات يفكر ان هو فاز بيه، ينظر بواحد يقول لك انا فزت ازاي وعملت اي حاجه وطلعته كده يعني وانا اللي فزت في الاخر. ابدا. اولا المفروض ان احسن اللي يضحك في الاخر يوم القيامه. ثلاث من كنا فيه كنا عليه. اقول سبحانك يا رب. ايوه يعني هو ده شغال ضد نفسه مش هو التاني، من ضمنهم المرء ولا يحيق المرء بالسيء الا بأهله والبغي الظلم. اول ما الواحد يظلم ظلم نفسه. ازاي بقى يا جماعه؟ شايف يا عم انت ظلمت نفسك. يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا. واكبر خساره خسرها الظالم، اكبر خساره انه بظلمه هذا جعل الله في جوار المظلوم. خدها بقى من محيطها وخارجها، مش واخد ده كوكب الارض ولا كوكب عطارد، لا خد الارض جميعا. خسرت ربنا خسرت كل شيء. لما ربنا جاي يا ابن ادم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت كل شيء. اي والله لو ثياب واحد والواحد معلش انا واحد يرسلها في اليوم ينشرها هنا على 200 شنطه يصلي وعنده قوت واحد يا دوب يقتد بيه ومعاه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كسبان. يا ابن ادم اطلبني تجدني فان وجدتني وجدت الخير وان فتني فتك. انا مش عايزك اصلا وفاتك الخير كله. يا ابن ادم انا لك محب فبحقي عليك كل محب. طب شوف الايه، شوف الحته اللي حته القدس دي يقول ربنا يقول انا بحبك يا ابن ادم. ما ربنا خلقني ليرحمني ويسعدني فبحقي عليك كل محب. يا ابن ادم خلقت السماوات والارض ولم اعي بخلقهن ايعيني ان اصب لك رغيف عيش. ما انا هيعجزني يا زهر. يا ابن ادم ان رضيت بما قسمته لك ارحت صدرك وقلبك. هريحك تماما. وان لم ترضى فوعزتي وجدي. سبحان الله اشوفه في حياه الناس الاقي الواحد اللي لازم بيقسم ولا هو عمال يسرع الحيوان وعمال يتكلم على الدنيا ويقول سنه ربنا يا عم ولا تلبس بالله تبديل. امال ايه؟ سلطت عليك الدنيا تركض فيها كركض الوحوش في البريه. تركض دي في اللغه يعني تجري، مش يمشي في الدنيا تلاقيه ماشي في الشارع بيجري في ضربه يجري عارف يجري ولن تنال منها الا ما قسمت. سبحان الله يا رسول الله ايكون المؤمن جبانا؟ والله خوف فطري، خاف من ظلمه، يخاف مثلا على نفسه ماشي، الخوف ده مش حاجه بس ما يخافش على ربنا اصلا لان عنده خوف فطري، خاف على حياته وخاف على اولاده ماشي. ايكون المؤمن جبانا؟ قال لا. ايكون المؤمن بخيلا؟ قال قد يكون. مع ان يا ابن ادم انفق ينفق عليه، سيب ولا سيب؟ مش هتسيب خلاص براحتك بقى. ايكون المؤمن كاذبا يا رسول الله؟ قال لا. ايه الكذب؟ مش عايز اسمها مؤمن وكاذب، لان الكذب ده مش واحد، مؤمن الكذب ده اتنين. طب تظبطه ازاي؟ كيف تستقيم اسره وبينها من زوج وزوج الكذب والاولاد؟ كيف يستقيم مجتمع ودوله وليس هناك صدق بين افرادها؟ لا يمكن، تستحيل الحياه. آية المنافق 3 إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. على فكرة الواحد لما يعد الناس يوافق. الناس عندها أوقات وعندها أعمال. لما استهتر بوقت الناس إلا في ظروف قهرية. سمعت مرة إن واحد انتظر واحد وقال له أنا هنا منذ 3، أنا مستنيك يا عم الحاج بقالي 3 أيام وقال لك كما أنت قلت لي. شوف الأدب اللي وصل إيه الناس الصحابة والصالحين السابقين. فأوقات الناس مش سهلة. إذا وعد أخلف وإذا أتمنى خان. وساعات الناس تفكر إن الأمانة قرشين حلهم عندك، لا، خان كل الأمانات والعياذ بالله. زي ما احنا قلنا أمانة تتصل بربه سبحانه وتعالى وأمانة بينه وبين الله. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال فنزلوا فعملوا بالقرآن وعملوا بالسنة ثم رفعت الأمانة. اسمع بقى الحديث ده. ثم رفعت الأمانة فينام الرجل النوم فتقبل الأمانة من قلبه فيبقى أثرها في قلبه كالوقت، يعني يفضل في قلبه نقطة صغيرة خالص من الأمانة. ثم ينام النوم الأخرى فتقبل الأمانة
من قلوب الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم كده حتى يصل اثرها كالنجم اقل خالص، فينام الرجل حتى يتبايع الناس فلا تجد امينا، حتى يقال ان في بني فلان امين، فالناس يقولوا ما اجلده، ما اظرفه، ما اعقله، بقى معقول يا اولاد البلد ده فيها واحد امين؟ هو فين ده؟ وما في قلبه مثقال ذره من امان. نسال الله. قال صلى الله عليه وسلم من ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله في رضا الناس. اعمل ايه بقى يا اولاد؟ والدكتور كان شديد عليا، والوليه جت، البنت جت لي ما كنتش فرع، هعمل ايه بقى؟ قلت يلا هي ليله وخلاص، وهي مره وخلاص في العمر يا عم، مش يفرحهم ويرضي الناس. سبحانك يا رب، وساعه ربنا سبحانه وتعالى خلاص ولا صالح عشاء ولا مغرب وسيتم الاشهار اثناء الحفل. سبحان، نسال الله العفو والعافيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعلن عليه في المساجد مصليين ويقولون الله اكبر. فمن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. طب ليه؟ لان قلوب الناس في يد ربنا. اشتغل يا شيخ على بعض بعض، ولا اشتغل في جهه واحده. انت ترضي وترضي مش بعد كده تزعل الناس، لا، في الحقوق وفي الحج. لكن ارض ربي سبحانه وتعالى، فليرضى ربنا سبحانه وتعالى يرضي عنه الناس جميعا. اقول قولي هذا واستغفر الله. اذا وجد الدين وجدت الامان، زي ما قلنا كده. احنا ليه بنسطرها دين وكمان؟ لو الدين موجود خلاص الدين هيملى عليك ان انت تكون امين على ولدك وعلى اهلك وعلى زوجاتك وعلى جارك. دينك ودينك. كذلك برضه يا جماعه صحتك امان. ساعات واحد يقول لك انا اكل العذاب واشرب العذاب اشربه عادي ويعني ما حدش له حاجه عنه. لا يا عم، لا تزول قدم عبد يوم القيامه. هم 7 اسئله هيسالوا فيه، 3 في القبر و4 يوم القيامه. اللي في القبر ربك مأذنه وما تقول في الرجل الذي وصف صلى الله عليه وسلم. يوم القيامه لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى ذاكر فيهم بقى المنهج اهو، حتى يسأل عن 4: عن شبابه فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن عمره فيما، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. شبابك وصحتك ومالك وعمرك تكون لها أمانات سيسأل عنها العبد يوم القيامة. فصحتك أمانة، حافظ على الصحة، لأن الصحة دي هتقيمك على عملك وتقيمك على طاعة الله تبارك وتعالى. وفي نكتة بسيطة بس، أما راح يصلي الفجر ولا يدوك يا عيني صف نص صف وهم داودوا الفجر وهم اقول لكم سر الفجر ده ناس مستصعبه دلوقتي. انت بس الفجر فاهم يا بقى كانه يعني حاسس النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظه. انت يا ابن ادم بتسهر بالليل كتير. لا كانوا بيقولوا لنا كده، زي ده بالبلد تصحى بالليل صح، لان الجسم لو اتعبته ياخد حظه منه، مفيش فايده. ما تكونش بقى منبهات او جرس او اي حاجه، خلاص انت مش داري في الدنيا. فصحتك امان، ولدك امان. ولد رصيدك في الدنيا، ولد رصيد الانسان مش امان وصيات ولا عقاب، لا ولدك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الانبياء في القران مش يقول يا رب ادينا ذريه بس، لا، ربنا هب لنا من لدنك ذريه طيبه، رب هب لي من الصالحين، ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين. والله قرات تفسير الحته دي، يا رب عايز المشكلات افرح بيهم. ماشي، ما دكتور كل حاجه بتجيب في الثانويه 100% مفيش تفاهم، ماشي، بس العلم وان لم تكتنفوا شمائل التوحيد كان مطيه الاخفاء. قرات تفسير قرة الاعين في العلم ان تراهم في طاعته، طبعا عمل وامانه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كده: من استعملناه على العمل فكتمنا وخيطا فمطار. اوعى تاخد، ما احنا قلنا برضه خد حاسب ولا محاسب، ولا ما نقول حاجه ده غير يا عم دور يا عم. انا ما كنتش هبدا بشير ولا حاجه، انا مش بقى ولا حاجه، ولا ورقت لي العيال يحلوا فيهم، ده غير جوه الامر ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كتمنا مخيطا فما فوقه الا جاء غلولا يوم القيامه. وسبحان الله اللي خده في السر يفضح به يوم
يوم القيامة يا ريته حلبين مجري أو شنشور أو المنوفية أو مصر أو الأعلى أمام الأولين والآخرين، كل اللي خد حاجة في السر وبخس الناس، بخس المصلحة اللي شغال فيها في السر من استعملناه على عمل فكتبنا مخيطا يوم القيامة فما فوقه إلا جاء غدونا يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الطيب المبارك ونرفع كف الضراعة لعلها من هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويسر وفانا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. واطلب منا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم لا تدعنا في غفلة ولا